هذا يعني هجرة سكان من هذه المناطق المنكوبة إلى مناطق جديدة، كيف يؤثر ذلك اقتصاديا على هذه المناطق؟ وطبعا الأضرار اللي حصلت للمنشآت والبيوت والمحلات هتؤدي إلى حاجتين، هتؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل في المنطقة المتضررة طبعا والمناطق المجاورة ليها، لكن على عكس كده هيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل في الأماكن اللي أبعد شوية ويمكن الولايات اللي حوالين الولاية، لأن كل السكان اللي تضرروا هيضطروا إن هم ينقلوا لأماكن تانية. ودايما احنا بنقول امريكا اذا عطست العالم كله اصابه البرد، فده ممكن يوصل لحد ان هو ياثر الى دول اخرى مش مجرد امريكا، لانه احنا العالم من 2020 من 2020 من اول ازمه كورونا مرورا بالحرب الاوكرانيه الروسيه وانتهاء بالحرب في الميدل ايست حاليا في المنطقه بتاعتنا، ودلوقتي الاحداث الجديده اللي حاصله مع الحرائق بتاعت كاليفورنيا، كل ده بيساعد للاسف على ازدياد التضخم في امريكا وعالميا. وده راح ياثر علينا احنا ايضا. بالظبط، يعني التاثير ممكن يوصل لينا. الى الان انا اعتقد ان التاثير عالميا هيكون محدود الى حد ما، مش بقول ان مش هيكون في تاثير نهائي، نعم. هيكون في تاثير ولكنه محدود، ولكن اذا استمرت الحرائق اكتر من كده ده ممكن ياثر على السبلاي تشين، ممكن ياثر على اسعار العقارات، ممكن ياثر على اسعار السلع والخدمات عالميا. نعم.